صباح الهنا على احلى متابعين في الدنيا. يوم جديد وفيديو جديد. يلا كده يا حبايبي، لو اول مره تشوفوني يا ريت كده تنوروني باشتراك حلو زيكم وتفعلوا الجرس على كلمه الكل عشان اي حاجه بننزلها يوصلكم اشعار بيها يا احلى متابعين في الدنيا. وبالله عليكم بقى ما ننساش نعمل لايك للفيديو عشان يترفع معانا والقناه كده تكبر بيكم يا احلى متابعين في الدنيا. هنعمل كده اكله جميله ما يختلفش عليها اتنين، اكله حلوه. هنعمل مع بعض الكشري بطريقه سهله عملته معاكم وبعمله برضه اهوت عشان اللي داخل معايا جديد. طبعا احنا عارفينه سهل خالص وبسيط ومفيهوش اي حاجه، هو بس ايه بنستخدم بس ايه كده ايه حلل كتير زي ما انتم شايفين. دي كده اول حاجه عندي. هنسلق المكرونه، حطيت كده ايه الميه هي اتغلت معايا، نزلت بمعلقه ملح. هناخد نص كميه اللي هي المكرونه الصغيره دي حبايبي، والنص التاني مكرونه سباكيتي. ناخد نص الكميه. طريقه سهله وبسيطه. طبعا المكرونه السباكيتي ما بتاخدش وقت خالص. انزل بس هنا ايه بشويه زيت هنا كده في الحله، وشويه زيت هنا في الكسرونه اللي معانا عشان نعمل الصلصه. وهنعمل العدس. طريقه سهله برضو وبسيطه. المكرونه هي خلاص بتبتدي تغلي معايا، بدي بس كده شويه على الزيت. عايزه بس انزل ايه بالمكرونه. وعندي هنا الاسباجيتي هنقطعها بسم الله بالشكل ده كده يا حبايبي. هنجيب بقى كده معلقه عشان نقلب الايه المكرونه. وعندي هنا للصلصه عندي بصلايه كده مقطعاها، وهنا هحط فص كده من الثوم للعدس خالص وبسيط. بدي العدس كده شطه تحت الحنفيه عشان طبعا لو في اي صاد او حاجه يصفي بس. وهنا البصل اهو نقلبه. لما نحط كده كل حاجه على عين هتستوي معايا بسرعه. ادي بصوا العدس اهوت يا حبايبي. هنزل بيه كده ايه على الثوم، وادي البصلايه هديله برده كده تقليبه. عندنا برضو رشه كده من الكمون على العدس. وهناخد برضو نقلب بس كده ورشه كده من الملح. التشويحه دي طبعا للعدس بتبقى حلوه، رشه بسيطه. وادي البصل بيبتدي اهو يتشطب معايا. هاخد برضو كده فص كده واحد بس كده ايه من الثوم ونزلت بيه على البصل. وهنا برضو نقلب للعدس والمكرونه بتتسلق عندنا. كله اهوت مع بعضه هيخلص في ثواني. طريقه سهله وبسيطه. نجيب بقى الصلصه. الصلصه طبعا كانت في الفريزر، بقلب بس كده تقريبا. بسم الله. هقطع بس كده ايه كيس الصلصه واحده واحده اهوت يا حبايبي مع بعض. ننزل كده ايه
وال والعدس برضه اهوت يا حبايبي بياخد تشويحه معايا. نجيب برضه الميه الله يبقى يا حبايبي بالله عليكم. وادي الميه على العدس. بسم الله. التشويحه دي طبعا بتفرق، بتديله طعم جميل. ممكن كمان احنا نحط ايه مكعب كده من المرقه، بيبقى جميل جدا. هسيب بقى كده العدس لحد ما يستوي معايا والمكرونه تتسلق والطماطم ايه تتسبك. سلقت بقى كده يا حبايبي المكرونه وصفيتها اهي، شطفتها طبعا كده شطفه ايه تحت الحنفيه. بصوا اهي، ممكن نلفها كمان شويه بالزيت. ودي طبعا حمر البصل. بصوا عاملاه كده بشويه برشه كده من الدقيق او النشا عشان يبقى ايه يعني مقرمش كده زي برضه ما بنشتريه. حابين تستغنوا عن الخطوه دي وتعملوه كده برضه من غير رشه دي براحتكم. عملته كده في الحله اللي هساوي فيها الرز بشعريه، لاني عايزه اعمل الرز بالشعريه يبقى واخد الزيت طعمه زيت البصل اهو. وهنا عندي الطماطم اهي بتتسبك، هننزل كده بالملح نظبط ملحها ورشه كده كمان من السكر. عندي كمان الفلفل الاسود بس كده، مش هضيف بقى عليها ايه شطه. ونقلب الصلصه بتاعتنا. هو كل حاجه بتتسلق فما بتاخدش وقت. هنغطي عليها النار الغطا، موطين النار. وهنا اهوت يا حبايبي برضو العدس اهوت قرب يستوي اهو زي ما انتم شايفين. هنغطي عليه برضو اهو. وهنا البصل. يبقى نفضل لنا ايه الرز بالشعريه والدقه. البصل هحمره وهعمل مكانه الرز بالشعريه على طول، والدقه برضو هعمله كده. بصوا بقى يا حبايبي اهوت الكاميرا بس ما صورتش وانا بحمر الشعريه. حمرتها اهوت مكان ما حمرت البصل. واحط بقى الميه دي اهو، ونظبط بقى كده الملح ونشوف بقى بعد ما يخلص. وادي الصلصه برضو خلصت معانا اهي. البخار طبعا عامل على الكاميرا شويه. وادي العدس كده اهوت يا حبايبي بعد ما غرفنا كده الكشري. شايفين طبق الكشري ما شاء الله. بصوا خلصنا وغرفنا الكشري جميل جدا وبسيط وسهل ومفيهوش اي حاجه. كل حاجه كده اهوت بتتسلق معانا وبيطلع معانا في منتهى الجمال زي ما انتم شايفين. وعملنا الدقه وادي الكشري اهوت. وبصوا العدس بعد ما طلع، وشايفين البصل جميل جدا اهو يا حبايبي. هنا بقى ايه شويه المواعين كده ايه مكان ما كنا بنطبخ، نبقى نغسلهم بقى بعد الغدا مع ايه مع اطباق الكشري ومواعين الكشري. وبكده حبايبي يكون فيديو النهارده خلص. يا رب كده يكون نال اعجابكم. لايك وشير يا احلى متابعين.